لو انت عروسه والتزمتي بالروتين ده هتتجوزي من غير بروتين. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هنتكلم على الهير كير روتين اللي انا وعداكم بيه بقالي كتير قوي، بس يعني اعتقد برضو ان هو جاي في وقت مناسب عشان دلوقتي في اوفرز وكده. فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو ويلا بينا نبدا. عايزه اقول لكم ان انا جالي هديه بمناسبه ال50,000 وجالي التورتايه دي. انا طبعا يعني اكلت نصها فانا عشان كده بوريها لكم من قدام، بس انا يعني اتصورت بيها بقى ونزلت الصور على انستجرام وكده، فقلت اوريها لكم انتوا كمان لان هي اصلا عشان اليوتيوب. فشكرا ليكم ان انتوا وصلتوني 50,000. عايزين بقى يا رب يا رب يعني ال50,000 اللي جايين ما يقعدوش سنين كتير كده علشان يتجمعوا. لو استفدتوا من الفيديو ده صحيح بقى اعملوا شير لاصحابكم وكده علشان عايزين نكبر القناه بسرعه. عايزه بس اقول لكم حاجه صغنطوطه كده علشان جالي كومنت لما نزلت ان انا جات لي التورته دي هديه. في بنت قالت لي انتوا كل حاجه في حياتكم ببلاش، كل حاجه بتجيلكم لحد عندكم ببلاش، انتوا مش حاسين بالدنيا ولا حاسين باي حاجه. جماعه بجد انا مش البلوجر الندابه خالص، وانتوا ما تعرفوش اي حاجه عن حياتي اصلا. يعني انا لو قلت لكم ان التورتايه دي جايه لي هديه من اكتر حد اذاني في الدنيا انتوا اكيد مش هتصدقوا. لدرجه ان انا الشخصيه دي، انا طبعا مش عايزه اوضح هو ميل او فيميل، بس كانت اول مره ادعي على انسان وادعي عليه في وشه والدعوه تتحقق بعد يومين. انتوا بجد ما تعرفوش كميه الاذى اللي الواحد ممكن يكون اتعرض لها في حياته او اي حاجه، علشان انا مش البلوجر الندابه اللي كل مشاكل حياتي بشاركها معاكم وكده. محدش يعرف اي حاجه خالص عن حياتي. ممكن اقول لكم على حاجه بسيطه مثلا حصلت لي، موقف حلو طلعت بيه علمني درس معين وكده، لكن انا مش لما هيكون عندي مأساة في حياتي هطلع اكلمكم فيها. يعني مش بعمل كده خالص. احنا هنا بنتكلم عن الحاجات الحلوه والروائح الحلوه. فبجد الصوره عمرها ما كانت كامله، زي بالظبط التورتايه دي انتوا شايفينها ان هي كامله بس هي متاكل نصها. فبس كده خلونا بقى نبدا الفيديو الجميل بتاعنا، واللي بجد ان شاء الله هتدعوا لي على الروتين ده. ولو عروسه بجد التزمي بالروتين ده طول شهر رمضان. انا عارفه ان النتيجه مش بتكون سريعه خالص مع اي حاجه في الدنيا، مفيش اي حاجه يا جماعه سريعه، خصوصا بقى في الشعر. يعني عارفين البشره نتائجها بتكون اسرع كتير بجد من الشعر. الشعر ممل قوي. يعني انا مثلا الروتين ده باستثناء حاجه واحده بس، الروتين ده انا بقالي مكمله عليه الروتين بخطواته، مش بس بالمنتجات اللي فيه، لا الخطوات بتاعته بقالي عليه سنين. ممكن مثلا داخله في 4 سنين بعمل نفس الروتين ده، والحمد لله بجد شفت نتيجه هايله. فانا نفسي ان شاء الله كلكم تلاقوا نفس النتيجه. وفعلا يا بنات البلوجرز كمان اللي هم مش محجبات اللي انا متابعاهم وبيعملوا تقريبا حاجه شبه الروتين ده، برضو انا نفسي شايفه الفرق على الكواليتي بتاعت الشعرايه نفسها. فما تيأسوش، النتيجه بتحصل بعد سنين. فعايزاكم بس تبداوا، بدل ما تيجي بعد سنه وتقولي يا ريتني بدات، لا ابدأي من دلوقتي وانتي بعد سنه هتلاقي تحسن، والسنه اللي بعديها هتلاقي تحسن اكبر، وهكذا. هاتوا بقى ورقه وقلم واكتبوا ورايا، لانه الروتين على قد ما هو سهل وبسيط قوي، بس انتوا هتحسوا ان الخطوات كتير، ولكن هي فعلا تستاهل. انا هرشح لكم المنتجات اللي انا بستعملها، ولكن طبعا انت لو عايزه تستبدلي حاجه تكون مناسبه ليكي اكتر، انا دايما مع ان احنا نكمل على نفس الحاجه اللي هي مريحه شعرنا او بشرتنا عموما. الحاجه اللي تريحك كملي عليها. انت مش محتاجه خالص ان انت تغيري الروتين بتاع شعرك كل شهرين او كل 3 شهور، ولا حتى بشرتك. مفيش حاجه اسمها اصلا بشرتي اتعودت على كذا، اصلا يعني شعري اتعود على حاجه فلانيه فما بقتش تستجيب له. لا مفيش الكلام ده خالص. فانتي الحاجه الجميله معاكي كملي عليها. لقيتي مثلا انك ما بقيتيش مرتاحه عليها غيريها، لكن هي مش بتفقد فعاليتها اطلاقا. اول حاجه روتين الشعر بتاعنا مش بيكون بس المنتجات اللي احنا بنستعملها جوه الشاور ولا قبليه ولا بعديه. المنتجات كلها يا جماعه بتكمل بعض. يعني لو استعملتي برودكت واحد وحسيتي ان هو مش جايب نتيجه، هو طبيعي مش هيجيب نتيجه، لانه احنا مش بنعتمد على برودكت واحد، احنا بنعتمد على روتين كامل متكامل. طبعا في ناس الروتين بتاع قبل الشاور ده يعني ما بيعملوش اصلا ومستنيين نتيجه، فبالتالي لا. اول حاجه قبل الشاور احنا بنحط على فروه الراس زيوت. انا بحط اي واحد من الاثنين دول، اختاروا اي حاجه تحبوها او اي زيت يعني ينفع اصلا لفروه الراس، لانه طبعا مش كل انواع الزيوت تنفع لفروه الراس. انا عشان كده بجيب الزيوت اللي هي اصلا جاهزه كده من غير بقى ما اقعد اشغل دماغي ايه ينفع وايه ما ينفعش. وبرده عايزه اقول لكم على نقطه مهمه، في ناس الزيوت على فروه الراس بتبقى كويسه معاها وفي ناس تانية لا. فانتي اعملي البحث بتاعك. يعني عارفين مش البحث اللي هو تقعدي تعملي سيرش على جوجل، لا. يعني خليكي انتي الشخص اللي بيجرب على نفسه. جربي على نفسك. انا الزيوت على فروه الراس نفعت معايا جدا، لكن في ناس تانية ما تنفعش معاها خالص. فانتي جربي على نفسك وشوفي هل ده هيجيب معاكي نتيجه ولا لا. بس طبعا اهم حاجه الزيوت ما بتقعدش على فروه الراس يا جماعه اكتر من ساعه. يعني انا عايزه اقول لكم ان نص ساعه اصلا كفايه، بس اكتر من ساعه بلاش، لان ده اصلا ممكن يسد فروه الراس
بتاعتك فيعمل لك تساقط. جو بقى ان احنا ننام بالزيوت والجو ده لا خالص، ما ينفعش ابدا. انت بتحطيها قبل ما تدخلي الشاور بتاعك بنص ساعه مثلا، ساعه الا ربع ساعه بالكتير قوي قوي. تاني حاجه من الحاجات اللي بتبوظ وبتضعف الشعرايه نفسها هو عمليه دخول وخروج الميه. فانت علشان تقللي العمليه دي طبعا قبل الشاور برده بتاعك بساعه بتحطي عليها كوكونات اويل. والكوكونات اويل هو احسن حاجه بتحطيها على شعرك قبل الشاور، احسن حاجه بتتحط على الشعر نفسه مش على فروه الراس. يعني خدوا بالكم بقى، ميزوا هنا ما بين الحاجات اللي انا بحطها على فروه راسي والحاجات اللي انا بحطها على شعري نفسه. في حاجه بقى انا يعني اختراع كده انا عملته علشان اقدر احط الزيوت بقى نفسها على فروه راسي، حاططها في البتاعه دي اللي هي بتاعت اي سيرم موجود عندك، حتى لو مثلا دروبر او كده. يعني لو مثلا السيرم بتاعك دروبر برده حطي فيه الزيت وبعد كده حطيه على فروه راسك علشان يبقى يسهل يعني ان هو يدخل ما بين الشعر نفسه، بدل الازازه مثلا او حاجه بتكون صعبه شويه. في بقى ناس بتعمل ايه، تحط مع الزيت اللي هتحطه على الشعرايه نفسها بتحط معاه شويه من الهير ماسك بتاعها، بتبل شعرها بسبراي ميه كده وبعد كده تحط معاه شويه من الهير ماسك بتاعها، وما تعملش هير ماسك تاني بعد الشاور. انا بصراحه النتيجه دي بحبها، بس لو عملت برضو هير ماسك تاني فبحس ان هو اهدار للهير ماسك، فعلشان كده مش اكتر حاجه يعني بعملها. فانتي جربي، جايز مثلا تحبي الخطوه بتاعت الهير ماسك مع الزيت. انا عشان كده بقول لكم هي تجارب شخصيه جدا جدا، بس ده الروتين اللي نافع جدا معايا. لكن الخطوات بتاعته يا جماعه اساسيه مع اي حد. يعني خطوه الكوكونات اويل على الشعرايه بجد انت لازم تعمليها. يعني انا قلت لكم ان انتوا ممكن ما تعملوش خطوه الزيوت اللي على الفروه، لكن الخطوه بتاعه الزيت على الشعر دي مهمه واساسيه ولا غنى عنها اطلاقا اطلاقا، لو انت عايزه تحافظي على الشعرايه بتاعتك نفسها ان هي ما تبقاش ضعيفه وان هي ما تبقاش ناشفه وجافه وتتكسر بسهوله منك. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. طبعا الزيوت دي انا بصراحه كنت جايباها كلها من على نون، بس شوفيها بقى في اي محلات جنبك، عايزه تطلبيها من على نون هتلاقي اكواد الخصم بتاعتي تحت الفيديو في اول كومنت مثبت. دايما بحط لكم كود الخصم بتاعي في اول كومنت مثبت. وبعد كده المنتجات اللي انا هتكلم عليها كلها لو ليا اكواد خصم في اي براند برضه هحط لكم تحت الفيديو. كده احنا خلصنا الروتين اللي هو قبل الشاور اللي بنقعد بيه نص ساعه لساعه. بعد كده بقى هندخل الشاور نفسه. اول واهم حاجه يا جماعه وناس كتير قوي بتتغاضى عنها، انت حاطه زيوت على فروه راسك او حتى مش حاطه، لازم الشامبو بتاعك ايا كان نوعه هو ايه يتساب على فروه راسك 5 دقايق. بجد انا مش عارفه، يعني انا ناس قرايبي ما عملوش كده وجايين يشتكوا انه مثلا فروه راسهم فيها قشره او شعرهم بيقع. طب ما هو لازم يقع، ما هو لازم يبقى فيه قشره. هل انت غسلت شعرك كويس؟ الشامبو بنعمل مساج كده باللي هي مش بضوافرنا، لا ببطن صوابعنا كده بنعمل مساج لفروه الراس. في ناس بتجيب اللي هي السكالب مساجر دي، بس انا بصراحه يعني ما اعرفش ما جبتهاش. انا بعمل عادي بصوابعي عادي جدا جدا. بنقعد نعمل كده مساج وبعد كده بنسيبه من 3 ل 5 دقائق، مش اقل ابدا ابدا من 3 دقائق. ممكن اصلا تزوديه عن 5 دقائق عادي، بس لكن طبعا ماكسيمم 10 دقائق، ماكسيمم 10 دقائق. لكن انا بصراحه بسيبه 5 دقائق، مش بسيبه برده 3 دقائق ولا بوصله ل 10 دقائق. في الناس فروه راسها دهنيه، مهم قوي قوي اللي هو الشامبو بتاعهم يكون فيه سلفيت. انا فروه راسي جافه وطبعا بستعمل زيوت، بس انا بستعمل الشامبو بتاع فيفلين، وهو بصراحه على الرغم من ان هو ما فيهوش سلفيت بس هو بينظف فروه الراس كويس جدا جدا، لان هم اصلا مستبدلين السلفيت بماده تانية بتنظف برده فروه الراس، وهو بيرغي كويس قوي قوي، بينظف كويس قوي قوي. بس طبعا لازم تسيبيه على فروه راسك 5 دقائق زي ما قلت. وبصراحه الشامبو ده بتاع فيفلين، عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. يعني اعتقد الفيديو ده هينزل يوم الاربعاء اللي جاي اللي هو بكره تقريبا. فيفلين حاليا عاملين اوفرز بجد خطيره على الهير سيت بتاعتهم، هجيب لكم حتى الاسعار دلوقتي علشان اقولها لكم بالظبط. عاملين الهير سيت اللي هي الشامبو والكونديشنر والهير ماسك، الثلاثه دول مع بعض هيكونوا ب 800 جنيه، لان البرومو كود بتاعي حاليا عاملين برومو كود جديد علشان برضو الناس بتستعمل القديم. البرومو كود الجديد اخره 20 علشان هو بيدي خصم 20% مش بس 10%، علشان يعني ايه عيد الام ورمضان، فهم قالوا 10 و10 يبقى 20. فهتلاقي المجموعه بتاعه فيفلين كامله ب 800 جنيه. بعد كده لو انت بقى عايزه السيرم معاهم كمان هتبقى المجموعه كلها على بعض ب 1000 جنيه، علشان كانت في ناس بتقول لي الهير ماسك بتاع فيفلين غالي قوي ب 600 جنيه او كده. دايما بقول لكم هاتوا المجموعه كامله لان هي بيبقى عليها اوفر حلو. يعني انتوا على فكره حاجات فيفلين بجد كبيره، يعني ده 500 مللي، الكونديشنر 500 مللي، الهير ماسك 500 مللي، فهو احجامهم عملاقه هتقعد معاكم فعلا فتره طويله جدا. انا بيقعد معايا ب9 شهور، ف9 شهور على 1000 جنيه لو حسبتوها كده هتلاقوا الموضوع يعني بسيط. الشامبو ده بيسيب فروه راسي نظيفه جدا جدا، مش بيكون
في اي بيلد اب في فروه الراس، وفي نفس الوقت مش بينشف شعري اطلاقا. بس يا جماعه التزموا بالروتين، علشان لو ما حدش التزم بالروتين وجاي يقول لي لا انا ما لقيتش النتيجه دي، طب ما انت ما التزمتش بالخطوات كلها كامله. وطبعا احنا مش بنمسك شعرنا نقعد نعمل بيه نرغي كده، الشامبو بس لفروه الراس. بعد كده انت اصلا وانت بتغسلي شعرك بالميه طبيعي هو يعني الشامبو هيروح فيه. بعد كده لسه في جايه حاجات تانية هتنضف، يعني مثلا عندك الهير ماسك وعندك الكونديشنر، دول مخصصين اصلا للشعر مش مخصصين للفروه. فكده اول حاجه دور الشامبو خلاص، لانك لو ما نضفتيش فروه راسك كويس هيعمل بيلد اب وهيعمل قشره وشعرك هيقع. بعد كده الكونديشنر، برضو بستعمل الكونديشنر ده من فيفلين. انا تقريبا داخله في سنه ونص ما بستعملش غير الروتين ده، وبصراحه الكونديشنر بتاع فيفلين احساس بقى الزحلقه يا جماعه. انا مره اختبرت اختبار شديد جدا جدا، ان انا عملت اسمها سكراب لفروه الراس، وبعد كده عملت الشامبو، فبجد شعري كان ناشف بشكل مش طبيعي. انتوا مش متخيلين النشفان اللي كان في شعري. واول ما حطيت عليه الكونديشنر انا والله العظيم قلت مش هيعمل حاجه، يعني هو اصلا شعري ناشف، قلت بقى ان شاء الله شعري هيطرى بعد الهير ماسك. اول ما حطيت الكونديشنر حطيته على شعري 5 دقائق، انا بسيب الكونديشنر على شعري برده من 3 ل 5 دقائق، انا شعري كان بيزحلق حرفيا من النعومه، والله العظيم كان بيزحلق. فبجد الكونديشنر ده وقتها، يعني انا قبل كده كنت ممكن اقول عليه كونديشنر بيرطب وخلاص وعادي، لكن من اليوم ده انا بحترمه جدا. هو طبعا دي جديده، بيرطب الشعر كويس جدا جدا، لدرجه ان انا في اليوم ده اصلا ما استعملتش الهير ماسك. احنا كده حاطين الكونديشنر على شعرنا برده من 3 ل 5 دقائق. الكونديشنر بيتحط ايه على الشعر، مش بنقربه خالص خالص للجذور علشان ما يوقعلكيش الشعرايه نفسها. عايزه اقول لكم على حاجه، الشامبو والكونديشنر والهير ماسك لو استعملتيهم صح مش هيوقعوا لك شعرك، لانه مفيش حاجه اسمها شامبو بيوقع الشعر اصلا، يعني مفيش المعلومه دي مش موجوده في الوجود اصلا. امتى بقى الكونديشنر والهير ماسك يوقعوا لك شعرك؟ لما تقربيهم من فروه راسك، عشان برضو في ناس بتحطها على فروه راس تقولي علشان شعري كله يستفيد، لا انت كده بتوقعي اصلا الشعرايه نفسها. بعد كده بقى يا جماعه الخطير ده الهير ماسك. انا اكتر 2 ماسك حبيتهم وبحس ان هم فعلا بيرطبوا شعري كويس، الهير ماسك ده والهير ماسك بتاع ايفا كيراتين. بس بصراحه ايفا كيراتين خلص من عندي، هو اصلا حجمه صغير شويه تقريبا 200 او 300 مللي. الهير ماسك بتاع فيفلين شايفين حجمه قد ايه، بجد عملاق. ده غير كمان ان ريحته بجد خطيره. عايزه اقول لكم ان المجموعه اصلا كلها على بعض ريحتها تروبيكال، ريحتها منعشه كده بتحسسكم بالانتعاش، وكمان بتمسك في الشعرايه، فهي بجد حلوه قوي قوي. الهير ماسك ده بسيبه على شعري نص ساعه. كنت قلت لكم في الروتين اللي قبل كده ان احنا بنسيبه ساعه، بس انا بصراحه يعني سالت دكتور وقال لي لا، الهير ماسك اخرنا فيه نص ساعه، فاحنا اخرنا نص ساعه. انا بعتذر لكم على المعلومه الغلط دي، على فكره انا الروتين بتاعي ده كله مراجعاه مع دكتور، الروتين خطير. برده بنسيبه على الشعر نفسه مش الفروه. بجد بجد الهير ماسك ده فعلا من احلى انواع الهير ماسك اللي كانت ماشيه مع شعري كريحه وترطيب كمان. الترطيب بتاعه بجد خطير، بجد بجد في حته تانية، يعني فعلا فعلا في حته تانية. ما كنتش عايزه ارشح لكم برودكتس، بس كنت عارفه ان انا هتسال على برودكتس، فقلت اما ارشح لكم بالمره برودكتس علشان حتى اشرح عليها. في حاجه نسيت اقولها لكم، حطها جنبي ونسيتها، الكونديشنر بتاع ايفا كيراتين. بما اني جبت سيره ايفا افتكرته. الكونديشنر ده بجد حلو قوي قوي لو انتوا عايزين كونديشنر سعره يكون اقتصادي. مش فاكره هو سعره كان كام، يا 95 يا 120، هو في الرينج ده انا مش فاكره، لان انا كنت جايباه هو والليف ان كريم بتاعه، فانا مش عارفه مين فيهم بكام. بس خدوا بالكم زي ما قلت لكم ان هو 230 مللي، لكن ده 500 مللي، فاللي هو اعملوا حسبتكم كده هتلاقوا نفسكم فعلا لو جبتوا المجموعه بتاعت فيفلين كلها بقى على بعض مثلا ب1000 جنيه فانتوا مستفيدين. لو جبتوها من غير السيرم، لانه هجيلكم دلوقتي على السيرم مش اجمد سيرم في الكون، يعني من غير السيرم هتدفعوا 800 جنيه بس بالبرومو كود الجديد يا جماعه. فالمهم البلسم ده برده او الكونديشنر بتاع ايفا كيراتين حلو جدا جدا. الحمد لله خلصنا الشاور بتاعنا، وطبعا انتوا هتقولوا لي احنا كده قعدنا في الشاور كتير جدا جدا، احنا داخلين على الصيف، ممكن اصلا تخلصي الشاور بتاعك تطلعي تحطي الهير ماسك على شعرك، بعد كده تدخلي تغسلي شعرك تاني. كويس انا افتكرت الحته دي، ان الهير ماسك حلو قوي لو نحطه على شعرنا وهو مش مبلول قوي يا جماعه، يعني احنا عايزين ننشف الميه كده شويه منه علشان الهير ماسك يمسك. كمان في حركه عرفتها، ان احنا مثلا نفترض ان ده شعرنا، ان احنا ممكن نمسك شعرنا كده ونعمل الهير ماسك كده عارفين لفوق، يعني يا رب تكون الفكره واضحه، علشان ندخل الهير ماسك جوه الشعرايه. يعني برضو اعملوا الحركه دي بس بالراحه على شعركم، ما تقطعوش شعركم، اعملوا برضو الحركه دي، وبرضو يعني كانت بتنفع معايا جدا جدا. غسلنا الهير ماسك من شعرنا، بنحط شعرنا في فوطه مايكرو فايبر، مش الفوطه العاديه خالص، الفوطه القطن الخشنه دي هتقطع لك شعرك، لكن احنا بنحطه في فوطه مايكرو فايبر، ومش برضو بنقعد نقلب فيه كده، احنا بس بنحطه في الفوطه ينشف براحته، هي تمتص الميه الزياده كلها براحتها مع نفسها. او بنحط برضو في تي شيرت قطن، يعني يا ده يا ده، قطن برضو
ناعم وطري كده، وبرده مش بنفرك في شعرنا خالص. بعد كده بنحط على شعرنا الليف ان كريم او كونديشنر، يعني شوفي اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي الليف ان كريم والكونديشنر بصراحه يعني كانوا كويسين مع شعري، بيرطبوه كويس. جربت انا الليف ان كريم بتاع كلاري، اصلا اللاين بتاع كلاري فعلا ريحته جميله جدا جدا، ريحته بونبوني كده، بس مشكلته الوحيده ان هي مش ثابته قوي في الشعر بصراحه. برضو انا ليا برومو كود في باركفيل كلها، يعني اي بقى براند تحت باركفيل ليا برضو برومو كود 20% بتاع كلاري. خفيف على الشعر، هو مش تقيل خالص خالص، وكمان بيرطب الشعريه نفسها كويس. اهم حاجه تحطوه على شعر يكون فيه شويه ميه، يعني مش شويه ميه ان هو بينزل ميه، اقصد يعني ايه، مندي بس فيه شويه ميه اكتر، يعني مش مندي اللي هو بمعنى مندي ان هو قرب ينشف، لا، مندي اللي هو اقرب للمبلول. يعني اول ما تشيلوا الفوطه كده على طول حطوا الليف ان. انا على فكره ساعات كمان بحطه قبل ما احط الفوطه، وبعد كده ارجع احط حاجه بسيطه بعد ما اشيل الفوطه. فاهم حاجه ان احنا بنحط الليف ان بتاعنا على شعر يكون فيه شويه ميه علشان يمسك في الميه نفسها. انا عمري ابدا ما بحط الليف ان على شعري ناشف، يعني انا الليف ان ده بس بيتحط بعد الشاور، مش كل يوم خالص، مش الاستعمال اليومي. بعد كده عايزه بقى تستني على شعرك ينشف لوحده، مفيش مشكله. عايزه تعملي دراير، انا بصراحه من حزب ان احنا نعمل دراير، او يعني هواء بارد مش هواء سخن، هواء بارد على شعرنا علشان ينشفوا اكتر شويه. طبعا الهواء البارد مش بينشف اكتر حاجه في الدنيا، الهواء السخن بينشف اسرع طبعا، بس عموما انا مش من انصار ان احنا نستعمل هواء سخن خالص خالص على شعرنا وهو لسه يكون مبلول كده. فانا بستعمل هواء بارد، حتى لو هينشفوا لي مثلا بنسبه 70-80% احسن بكتير من ان انا استعمل هواء سخن وينشفه بنسبه 100%. او عايزه تسيبيه مثلا وتنامي، اهم حاجه اوعي تلبسي طرحه او انك تلفي شعرك كحكه كده. كفايه يا جماعه لفه الشعر كحكه، بجد كفايه، بوظنا شعرنا. ولا تلبسي طرحه على شعر مبلول، هيكمكم وهيعمل ريحه وحشه، واصلا هيضعف الشعريه نفسها، ما تعمليش كده ابدا. ولا بنلبس توكه، عارفين التوك اللي هي زي ستان او اي قماش يعني عموما، ولا بنلبس التوكه على شعرنا وهو مبلول. يا جماعه ما بنعملش كده، شعرك بجد ريحته هتبقى وحشه جدا جدا. التوكه نفسها مع الوقت برضو ممكن تلمي بكتيريا وممكن تخلي عندك مشكله في الشعر، في ناس بيحصل لها مشاكل في الشعر بسبب كده. فنهتم قوي قوي بالتفاصيل الصغيره اللي ممكن محدش ياخد باله منها، بس هي فعلا بتاثر بالسلب على الشعر نفسه. اهم حاجه ما تسيبيش شعرك مبلول بنسبه 100% ينشف لوحده في الهواء، خليه على الاقل في الفوطه المايكرو فايبر. بعد كده بنحط على شعرنا السيرم. احلى سيرم للشعر الجاف يا جماعه هو بتاع كلاري. السيرم ده خطير خطير للشعر الجاف بجد، يعني انا بجد حاسه ان انا كان فايتني كتير وانا مش معايا السيرم ده. السيرم ده بجد حلو قوي قوي، كمان ريحته حلوه جدا، بس انا مش بعتمد عليه في الريحه عموما، ولكن هو الترطيب بتاعه عالي بشكل مش طبيعي. لو شعرك جاف هاتيه وادعي لي، لو شعرك دهني اوعي تجيبيه علشان ما تدعيش عليا. طبعا كلاري هتلاقوها موجوده في كل مكان، في على نون وفي الصيدليات وعلى الويب سايت بتاعهم، بس زي ما قلت لكم انه على الويب سايت بتاعهم هتاخدوا عليه خصم 20%. طبعا ده مش موجود في الصيدليات ولا حتى على نون، لكن على الويب سايت هتاخدوا خصم 20% بالبرومو كود بتاعي. السيرم بجد تحفه وبيرطب الشعر كويس جدا جدا، بس هم مش كاتبين عليه ان هو يستعمل قبل الحراره، عشان في بنت سالتني، لا هم مش كاتبين عليه خالص بصراحه المعلومه دي. اللي بيستعمل قبل الحراره هو بتاع فيفلين وهكلمكم عنه دلوقتي. انت بقى لو شعرك دهني او حتى عادي مش جاف قوي، ولو جاف قوي، انا شعري كان جاف قوي كان مرتاح مع السيرم ده لحد ما جربت السيرم ده بصراحه، لكن انا شعري جاف عادي جدا جدا وكنت باخد منه كميه ازيد شويه. هي دي المقفوله، ما علينا. القوام بتاعه هي دي اللي انا فاتحاها دلوقتي. القوام بتاعه يعني مش خفيف برضو يا بنات، يعني القوام بتاعه مش عارفه هتشوفوه ولا لا، بس القوام بتاعه بجد برضو تقيل يعني شويه. ريحته حلوه جدا، انا بحب ريحه السيرم ده قوي 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 بصراحه. كمان بيستعمل قبل الحراره، يعني انت تقدري تستعملي السيرم بتاع فيفلين قبل الحراره، بس هو قايلين اللي هو لحد درجه 200 بس، وبجد بيخلي الشعر سايح قوي مع الحراره بصراحه. انا بحبه جدا، بحب ريحته، بحب القوام بتاعه، بس زي ما قلت لكم ده هيكون مناسب تقريبا لكل انواع الشعر. لو شعرك جاف هتاخدي منه حته ازيد شويه، لكن ده هيكون مناسب بس للشعر الجاف، يعني لو شعرك اي حاجه تانية ما تجيبيهوش. دلوقتي بقى جه الدور على البرودكت اللي هيحول شعركم من كيرلي لشعر مفرود الى الابد، مش فرد شهر ولا 6 شهور ولا سنه، الى الابد حرفيا، وهي الستريتنر بتاعه استانفي اللي هو ده كده شكلها. جماعه الستريتنر دي سلاح ذو حدين، يا اما هتحرق لك شعرك يا اما هتسيح شعرك الى الابد. هتحرق لك شعرك امتى؟ لو استعملتيها على 260، لان هي اصلا بتوصل لدرجه حراره 260، بس دي للناس البروفيشنال يا جماعه، مش اي حد، مش لينا. المفروض اصلا ان هم يعني وقت ما عملوها قالوا ان هم هيوزعوها على الصالونات وكده، يعني هيبيعوها اقصد للصالونات وكده، علشان هي بروفيشنال، هي للناس البروفيشنال. يعني عارفين لما بنعمل شعرنا في البيت ونروح مثلا نعمله في الصالون، بنحس ان اللي اتعمل في الصالون احسن
وشكله بيلمع وسايح اكتر، لان طبعا هما بيستعملوا درجه حراره اعلى وهم ناس بروفيشنال اكتر، علشان كده مش بيحرقوا الشعر. فهي دي اللي بتعمل التاثير ده. ولكن اوعي تستعمليها على 260، انت اخرك في البيت على 240، وهي دي درجه الحراره اللي عندها بتفرد الشعر بحيث ان هو ما يرجعش تاني. انا عارفه وقلت لكم قبل كده في فيديو ان ده اصلا معناه ان حصل ضرر في الشعرايه نفسها، لان الشعرايه الكيرلي بتبقى عامله كده، يعني كل ماسكين في بعض بالشكل ده. هي بقى لما بتفرديها بتعمل كده. شايفين بقى الحته اللي في النص دي بتبقى الشعرايه عرضه اكتر ان هي تتكسر. فوالله عشان بس ما حدش يكتب في الكومنت انت يا غبيه مش عارفه ايه، انا فاهمه كويس جدا ان ده ضرر حصل في الشعرايه، ولكن عشان كده الروتين اللي فات ده كله علشان نحافظ على الشعرايه بقى نفسها. يا جماعه انت لو استعملتي دي بس لوحدها وانت اصلا مهبله في الروتين بتاعك كله، انت بتدمري شعرك. اوعي تعملي كده. انا بريئه كل البراءه لو حد استعمل المكوه دي من غير ما يستعمل الروتين كامل باي برودكتس موجوده عنده. انا مش بقول لكم، انا اقول لكم على الحاجات اللي انا حبيتها، لكن اي برودكت موجوده عندك استعمليها، ولكن الروتين لازم يبقى كامل يا جماعه. زيوتك قبل الشاور، الهير ماسك بتاعك مهم جدا جدا عشان الروابط اللي ما بين الشعرايه نفسها. عشان كده قلت لكم اعملوا الحركه دي اللي هي بنعمل كده في الشعر بالهير ماسك. السيرم وكل الحاجات دي، سيرم قبل الحراره وسيرم بعد ما بنخلص، وبنرطب شعرنا كل يوم. الحاجات دي كلها 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 مهمه. لو ما عملتيش اي حاجه واستعملتيها انت بتدمري شعرك، فكفايه اصلا التدمير بتاعها لوحده. ولكن انا عمري ما كنت هطلع اكلمكم عنها، انا بستعملها بقالي فتره طويله جدا. المهم يا جماعه انا بخلي ذمتي من اي حد هيستعمل الاداه دي غلط. وعايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا اصلا عايزين تجيبوها وتستعملوها على درجه حراره 200 او 210 والحاجات دي كلها، هتفرد شعركم كويس جدا برده كانه سايح كده زي الصالون، ولكن لما تغسلي شعرك هيرجع كيرلي عادي جدا. فهي الفكره كلها ان عند درجه حراره معينه شعرك ما بيرجعش كيرلي، لكن مع باقي درجات الحراره اللي هي القليله اللي تحت ال 230 شعرك بيرجع كيرلي عادي جدا جدا. فهي مش بتاذي الشعر، لان هي طبعا من سيراميك التورمالين. خدوا بالكم يا جماعه، لانه في ناس بتقعد تقول حاجات غاليه ومش عارفه ايه. هم حاليا برده عاملين اوفر، انا هحاول لانه تقريبا يوم نزول الفيديو هيكون اخر يوم في الاوفر اعتقد يعني. يا رب اقدر امد لكم الاوفر شويه. هو طبعا حاجه مش بمزاجي اطلاقا، ولكن انا يعني هطلب منهم الطلب ده. ما اعرفش هيوافقوا ولا لا، الله اعلم، ولكن هو ان شاء الله يوم نزول الفيديو هيكون اخر يوم في الاوفر. هي تقريبا دلوقتي هتكون بعد البرومو كود بتاعي عليها خصم 1000 جنيه. بعد البرومو كود بتاعي تقريبا هيبقى سعرها 2400. وبجد علشان بس في ناس بتقول لي الحاجات غاليه ومش عارفه ايه، اولا ما فيش حاجه حلوه ورخيصه قوي، ثانيا احنا عندنا 3 براندز في الماركت المصري بتوع الحاجات اللي هي البروفيشنال للشعر. طبعا انتوا كلكم عارفينهم، هم 3 براندز مصريين كبار بجد. ستانفي هم اقل سعر واحسن جوده. الحاجات الثانيه هبقيها ب 4000 وب 5000 يا جماعه المكوه الواحده. فلا طبعا يعني ستانفي بالنسبه لحاجه بروفيشنال وحاجه قويه وحاجه جامده فعلا اسعارهم حلوه جدا جدا. وهسيب لكم البرومو كود بتاعي تحت الفيديو. المهم ان بجد المكوه دي عند درجه حراره 240 شعرك اولا بنبدا من القصه مره في مره، طبعا مش من اول مره. يعني انا شعري اتفرد مش كله كمان، يعني انا القصه اللي قدام دي كلها اتفردت بشكل كامل خلاص، ما بقتش تكرل تاني خالص. باقي شعري بقى كيرلي او ويفي شويه، ولكن شكله جميل. يعني انا لدرجه ان انا ساعات بسيب شعري عادي من قدام بقى قصه كده واعمل قصه وبتاع، وبعد كده بقى بعتمد نظام الاناناسه في شعري من فوق. اصلا الكيرل بقى شكلها جميل وشكلها شيك وشكلها اصلا ناعم، يعني شكلها ما بقاش زي الشعر الناشف اللي شكله مش احسن حاجه. لا، عارفين الناس اللي هي اصحاب الشعر الكيرلي اللي شكله اصلا تحس ان هو ناعم؟ هو انا شعري كيرلي بس ازاي هو شكله مش حلو قوي كده؟ ازاي شكله مش ناعم زي شعرها كده؟ لا، انت شعرك بقى وقتها الجزء اللي تحت ده اللي هو الكيرلي هيبقى شعرك اصلا شكله ناعم وشكله حلو. لو انت عروسه والتزمتي بالروتين ده هتتجوزي من غير بروتين. عشان انا عارفه انه الناس مهما قلنا البروتين غلط، مهما قلنا البروتين بيوقع الشعر، يا جماعه الناس مش بتلتزم بالكلام ده كله. فانت لو عروسه والتزمتي بالروتين ده بجد هتتجوزي من غير البروتين، وهتفرحي بشعرك وهتبقي واثقه في نفسك بشعرك، لانه شعرك من قدام شكله جميل وناعم ومفرود، ومن ورا فيه شويه كيرل بسيطه كده حلوه هتتفرد معاكي ان شاء الله مع الوقت، وهيكون برده شكلها ناعم اصلا. يعني هي في شعر محروق ومفرود، لكن هي بتخلي الشعر اصلا ناعم ومفرود مش محروق. بس زي ما قلت لكم الروتين بيكمل بعضه. انا غير مسؤوله عن حد بيستعمل حاجه واحده بس ويقول ما جابتش نتيجه. يعني ما تروحيش مثلا تجيبي الهير ماسك لوحده وتقولي ايه ده مش بيرطب الشعر خالص. طيب هل انت حطيتي الزيوت؟ هل انت التزمتي بعد الشاور انك ما تنشفيش شعرك بقسوه، ما تحطي ليف ان وتحطي بعديه سيرم؟ هل انت
عملتي كل ده؟ لا. يبقى ما تلوميش الا نفسك في الحاله دي. حاجه مهمه جدا، ناس كتير قوي بتحسب ان هي حاجه عبيطه، ولكن بجد يا جماعه هي حاجه مهمه قوي قوي، انك تنامي على مخده ستان او تلبسي بونيه ستان. بس انا بصراحه ما بحبش البس بونيه ستان، لان انا بحس ان انا شعري، بحس ان انا قصدي بصدع، وممكن يعمل لي خط، ما اعرفش، مش عايزه ادخل في مشاكل ملهاش اي لازمه. ومش لازم تشتري مخده ستان بالمناسبه. عندك فستان فرح قديم مثلا، سكارف ستان ما بقيتيش تحبيه لانه بيزحلق، طبعا ما حدش فينا بيعرف اصلا يلبس اللي هي السكارفات الستان، اللي هي الطرح الستان، ما حدش بيعرف يلبسها. حطيها على المخده، افرشيها على المخده وغيريها كل يومين طبعا، علشان برضو بشرتك ما يطلعش فيها حبوب، مهم جدا الموضوع ده. حطيها على المخده بتاعتك ونامي عليها، بجد مهمه جدا. لو انت بتسيبي شعرك يفرك كده في المخده القطن، بيسحب كل الترطيب، بيقصف لك شعرك، بيبوظ لك شعرك. التزموا بالروتين كامل كامل متكامل، مخدتك، فوطك، كل حاجه تبقى كامله علشان تلاقي النتيجه الجميله اللي تفرحك بعد كده في الاخر، واللي بجد هتخليكي تدعي لي. والله العظيم انا واثقه ان انتوا هتدعوا لي على الروتين ده، لان الروتين القديم بجد في ناس قالت لي ان هو كان حلو جدا والتزموا بيه وعجبهم. ده بقى ايه؟ ابديت للروتين القديم. برضو حاجه من الحاجات المهمه ترطيب الشعر يوميا. انا يوميا بحط دراي اويل ده على شعري، على الاطراف، اهم حاجه على الاطراف. عايزه اقول لكم على حاجه كده بره الفيديو، علشان في كذا حد سالني هو ليه بشرتك رغم ان انت بشرتك جافه بس بتلمع. انا بحط دراي اويل ده سبراي واحده صغننه مع الفاونديشن، يعني ده سر كده في النص. او انك تحطي السيرم بتاعك، يعني مش لازم تجيبي دراي اويل، طبعا انا بتكلم على الشعر بقى دلوقتي. او انك تحطي السيرم بتاعك كل يوم على الاطراف، ايا كان السيرم بتاعك هو ايه، ده او ده، الاثنين انا بعشقهم، بس ده بس اللي بيستعمل قبل الحراره. مش حته لازم كل يوم نرطب شعرنا او نرطب الاطراف بتاعه الشعر، بس طول ما انت شعرك ناشف رطبيه. يعني شعرك لو ناشف زي بشرتك كده بالظبط، مش انت كل ما تحسي ان بشرتك ناشفه لازم ترطبيها، والا هيطلع بقى فيها قشور وهتقشر وهتبقى مضايقاكي وكده. نفس الكلام على شعرك، كل ما شعرك يكون ناشف رطبيه، ما تبخليش على شعرك، ما تقوليش لا هو لازم ارطب مره واحده بس في الاسبوع. مين الزمك بالقوانين دي؟ طالما انت مش بتجيبي السيرم على فروه راسك، رطبي شعرك نفسه براحتك. فانا يوميا برطب شعري يوميا. اهم حاجه اهتموا بقى بالاطراف، واللي يتبقى في ايديكم طبعا بيكون لسه فيه سيرم في ايديكم، اطلعوا بيه بقى على بدايه الشعر كده، رطبوها، فرحوا شعركم يا جماعه. عايزين تحطوا زيت بعد الخطوات دي كلها. لو انت شعرك ناشف جدا جدا حطي زيت، وخصوصا لو هو دراي اويل، لان الدراي اويل اصلا مش بيزيت، يعني هو عشان كده اسمه دراي اويل، هو زيت جاف فهو مش بيزيد. بس كده هي دي كانت كل الخطوات. اكتبوها، شوفوا الفيديو تاني وشوفوه تالت. لو انتوا عندكم حد حاسين ان هو شعره نفسه يفرح بيه وكده، شير معاه غيركم يستفيد وكلنا نبقى فرحانين بشعرنا وكده يعني. وبجد يا جماعه فعلا الروتين ده هيخليكم فرحانين بشعركم، انا متاكده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو، وان شاء الله نتقابل مع بعض فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.